ديربي الجزائر الكبير، المباراة اللي تلقى فيها زوج خاوة متقاسمين حب ناديين، مولودية الجزائر واتحاد العاصمة تلعب البارح وكنا حاضرين تما. المباراة عرفت حضور جماهيري كبير والملعب كان ممتلئ قبل بداية المباراة بساعات، لاعبين دخلوا يتفقدوا أرضية الملعب وهنا بدأ ضغط المباراة يزيد على اللاعبين، وتقدروا تلاحظوا من الإحماءات التركيز الكبير والحالة الذهنية اللي كانوا فيها. ومع بداية المباراة الجمهور خطف الأضواء وين شفنا دخلة أكثر من رائعة قاموا بها أنصار اتحاد العاصمة. في الشوط الأول ما كانش حاجة تذكر غير الأجواء الأكثر من رائعة اللي داروها أنصار الناديين، وفي الشوط الثاني ولا كما يقولوا عليه شوط المدربين خالد بن يحيى تفوق على نبيل معلول تكتيكيا، وين شفنا مع بداية الشوط الثاني المولودية وفي ظرف 12 دقيقة برك عرفت تسجل هدفين عن طريق الشاب المتألق من سوسة والمهاجم كيبيري جونيور. الاتحاد بعد تلقيه ثنائية حاول كيفاه يعوض تأخر ويقلص الفارق، لكن الحظ خانهم في عدة فرص، وباينة الجماهير من في الشوط الثاني وخطفوا الأنظار خاصة أنصار المولودية ليشعلوا المدرجات، وفي ظل رغبة الاتحاد لتقليص الفارق وبعد خطأ من الدفاع المتألق أكرم بوراس قاد هجمة مرتدة أنهاها بايزيد في الشباك معلنا نهاية المباراة بتفوق المولودية في الدربي ب3-0. ومع نهاية المباراة شفنا روح رياضية كبيرة بين اللاعبين والأنصار اللي نشكرهم بزاف على الأجواء الكبيرة اللي قاموا بها.